هنا بيبدأ لما سيمي بتقرر ان هي تروح لخالتها علشان تساعدها ان هي تخس، وده طبعا بعد نصيحة مامتها ليها، وده لانها بتعاني من التنمر جدا وهي في بداية سن المراهقة. ولما بتروح لخالتها كلوديا بترحب بيها قوي، وبنعرف كمان ان كلوديا دكتورة تغذية شاطرة جدا، وكمان بتألف كتب عن التخسيس. وبعدين بتوري سيمي الأوضة اللي هتقعد فيها، وبعدين كلوديا بتنبه عليها ان هي ما بتحبش الضيوف وبتحب الهدوء دايما وانها تبقى قاعدة لوحدها. وكمان بتقول لسيمي ان هي ما فيش مكان تقعد فيه غير أوضة ابنها، فهما الاتنين هيقعدوا مع بعض في نفس الأوضة. وبتقول لها معلش يعني ان احنا مضطرين وهما يومين بس وخلاص، ولكن سيمي بتقول لها ان هي جاية تقعد معاها اسبوع بحاله لحد ما تقضي معاهم العيد. فكلوديا بتتضايق كده وبتتوتر، وبتقول لها ان عيد الفصح ده احنا دايما متعودين نقضيه بعادات وتقاليد خاصة بينا، فاكيد هنبقى مستغربين وجودك معانا. فبتتحرج سيمي قوي كده، وبتقرر ان هي تغير رأيها وتتصل بمامتها وتقول لها ان هي تقعد يومين بس زي ما خالتها قالت. فمامتها بتقول لها ليه احنا مش متفقين ان انت المفروض تقعدي اسبوع او اكتر، وان احنا متفقين ان انت تقولي لخالتك ان هي تساعدك ان انت تخسي. فسيمي بتقول لها ان هي لسه ما قالتش لخالتها السبب اللي هي جايه عشانه، وده لان هي مكسوفه تتكلم معاها في الموضوع ده. ووقت العشاء بيتجمعوا كلهم علشان يتعشوا، بس هم اصلا بيكونوا عيله هاديه جدا وساكتين دايما. وفيليب بيقعد يبص لسيمي كده بصات غريبه جدا ودايما على طول ساكت. بعد كده كلوديا بتقدم لهم العشاء اللي هي عاملاه، وده طبعا بيكون اكل صحي. بتطلب من سيمي ان هي تاخد الكميه اللي هي عايزاها، فسيمي بتاخد كده اكل كميه صغيره علشان بتتكسف قوي منهم، وبتبقى ملاحظه قوي اهتمام خالتها بابنها فيليب، وبتقعد تقطع له الاكل بتاعه مع انه كبير يعني وفي نفس سنها، وبتعرف ان خالتها وجوزها صايمين اليومين دول فمش هياكلوا معاهم. بعدها سيمي بتكون في الحمام وعماله تبص لنفسها في المرايه وهي متضايقه جدا من شكل جسمها، وبتتمنى ان هي تخس وجسمها يبقى شكله حلو زي البنات اللي في سنها. وفجأة بتلاقي فيليب دخل عليها الحمام من غير حتى ما يخبط، وكمان بيعاملها وحش وبيتكلم معاها بطريقة مش كويسة خالص، وبيبان ان هو متضايق جدا من وجودها. وبتدخل كلوديا بالليل علشان تتأكد ان فيليب متغطي كويس وهو نايم، ومن كتر ما هي متحكمة جدا في ابنها بتاخد تليفونه وبتفضل تفتش فيه. وتاني يوم بتصحى سيمي من النوم علشان تقوم تتمشى شوية، وبتقول اهو منها رياضة علشان تخس. وبعدين وهي بتجري بتشوف كده أغصان معمولة على شكل كوخ كده أو مثلث هرمي في وسط الغابة، فبتقرب من الكوخ ده علشان تشوف ايه ده فيه ايه. فبتلاقي جواه شنطة وبتلاقي جواها شوكولاتة ولبس، فبتقوم قافلة الشنطة وتسيبها وبترجع تاني البيت، وبتحس كده ان الشنطة دي بتاعت فيليب، وبتبقى مش فاهمة هو ممكن يكون مخبي شنطة زي كده ليه في وسط الغابة. في الوقت ده بيكون ستيفن جوز خالتها بيمارس الرياضة بتاعته، وبيبان جدا قد ايه هو مهتم بشكل جسمه،